عماد متعب أكبر حرامي في الكرة المصرية أو في الكرة بشكل عام. عماد متعب نوعية مهاجم غريب، يعني وأنا صغير كنت بقعد كده أفكر مع نفسي هو إيه المميز في عماد متعب؟ دايما كان سؤال بالنسبة لي غريب. ليه؟ لأن بشوف عماد متعب لا سريع ولا قوي ولا مثلا هو شويط ولا مثلا هو بيلعب بدماغه ومفيش بعد كده، ولا هو طويل ولا هو رشيق مهاري. يعني ما بلاقيلوش ميزه معينه اقول عماد متعب ده جبار في الحته دي. بعكس مهاجمين كتير كانوا موجودين برضه في الدوري المصري وقتها. يعني افتكر مثلا كنا شفنا قبليه خالد بيبو، راجل مهاري وبتاع، نبقى نتكلم عن خالد بيبو في حلقه ثانيه. عمرو زكي قوي وشرس وبيلعب بدماغه كويس وواحد على واحد ممكن يعدي، عنده شويه مميزات. ميدو مثلا كان مهاجم طويل وليه ستايل وبتاع وبيلعب بدماغه برضه كويس ورجليه كانت تقيله. يعني كان في شويه مميزات كده، فكان دايما كنت بستغرب هو عماد متعب ايه اللي بيميزه؟ يعني عماد متعب ليه بيلعب في الاهلي وليه بيلعب في منتخب مصر؟ كان الموضوع ده بالنسبه لي محير جدا، لحد لما كبرت بقى ونضجت وعقلت. يعني كذا حد حاول يتكلم معايا ويقنعني، واتفرجت على كوره كتير وبتاع. اكتشفت فعلا ان عماد متعب ده مهاجم خطير جدا جدا، مع انه ما عندوش ولا ميزه. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي انا بقوله ده اشبه بالخيال، بس لما نيجي نطبقه على ارض الواقع نلاقي ان عماد متعب ده كارثه موجوده على الارض. حبيبي يا ماما افريقيا، يا حبيبي يا ماما افريقيا. يعني عماد متعب هو بيستغل اللحظه، ودي من اهم مميزاته. هو بيستغل اللحظه اللي انت هتغيب فيها. هو في لحظه في الماتش كده، في 90 دقيقه، في لحظه فيهم انت بتسرح، انت ما بتبقاش مركز كمدافع. يعني عماد متعب بيعرف يستغل ان اللحظه دي انا هجيب فيها، انا كلفتك دلوقتي وهغفلك، وسبحان الله دايما بتبقى اللحظه اللي المدافع فيها بيغيب وما بقاش مركز، بتبقى اللحظه دي الهجمه مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. وبيقدر وقتها عماد متعب بيخطف كوره، يعني تلاقيه طلع من العدم. غريب يعني، بجد الموضوع غريب. واحد كده جالك انت جيت منين يا اسطى؟ يا اسطى انت احنا كنا سوا قاعدين. وخد بالك عماد متعب مثلا مش من نوعيه المهاجمين اللي بيبقى قاصد يغفل المدافع. يعني في مثلا مهاجم يقعد يرغي ويدردش مع المدافع، وانت امك عامله ايه على الاكل النهارده؟ ومشاكلك مع مراتك اتحلت ولا لا؟ عماد متعب قاعد ساكت. يعني حتى خناقاته مع المدافعين كان دايما بيتضرب ويبقى قاعد ساكت. عماد متعب فجاه يطلع لك من العدم، هو بيخلص في منتهى السهوله. بسيطة بسيطة خالص، هوب جول عماد متعب جاب جول. غير كده ان عماد متعب كان عنده ميزة برضه جامدة قوي. يعني هي انا هشرح لك في الاخر هو شبه مين، ولكن عماد متعب كان من اهم مميزاته برضه انه فينشر عظيم. فينشر عظيم عظيم عظيم. فينشر جامد قوي قوي. يعني عارف بيحط بدماغه امتى، وعارف بيحط برجليه امتى، وعارف امتى هيشوط بوش رجله، وامتى هيلعبها ببطن رجله، وامتى هيرقص الجون وامتى مش هيرقص الجون. كل ده حسابات بتدور في دماغ عماد متعب كده في اقل من الثانيه. بس عماد متعب بيحطها بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله خالص. وفي بطولات افريقيا عماد متعب دايما كان بيبقى ليه بصمه، ما عدا بطوله واحده وهنتكلم عليها سوا، لان انا شفت فيها حاجات غريبه قوي انا فاكرها لحد دلوقتي محفوره جوه دماغي، بس مش هيجي وقتها دلوقتي. تعالى اجيب لك بس ايه من الاول للاخر. حبيبي يا ماما افريقيا، يا حبيبي يا ماما افريقيا. 2006 عماد متعب كان يعني على الورق كده عماد متعب مهاجم لسه طالع، لسه ما حدش يعرفه، لسه ما اثبتش نفسه دولي ولا غير دولي. ولكن لحسن حظه ولحسن حظنا احنا كمان اللي كان بيدربه حسن شحاته، اللي هو مربيه من وهو صغير، عارف امكانياته كويس قوي. وحسن شحاته ده اكتر واحد مقتنع بعماد متعب. عماد متعب ده ابنه الصغير، يعني هو عنده كريم وحد تاني يبقى كريم والحد التاني وعماد متعب. عماد متعب كان رهيب. وده على فكره سبب مشاكل في بطولات افريقيا بسبب الخناقه الشهيره بتاعت ميدو وهكذا، يعني ولا داعي لذكرها دلوقتي لان ده مش مجال موضوعي. انا بتكلم دلوقتي على 2006. 2006 جرب كده، فكر شوف الاجوان بتاعت عماد متعب، هتلاقي الاجوان بتاعته غريبه ما يجيبهاش الا عماد متعب. يعني لو اي فيرود في الدنيا موجود في الاجوان دي مش هيجيبها، مش هيروح لها اصلا، مش هتبقى فرصه مهمه اساسا. يعني مثلا اكتر جون يبرز لك اللي انا بحكيه لك ده في بطوله 2006، لما عماد متعب نكش الكوره كده في ماتش كوتيفوار، وهوب الكوره هوب خبطت في العارضه.
حسام حسن خلاص رايح هو والشبكه لوحده، معروفه. انا لو مهاجم بلعب جنب حسام حسن مش هجري اساسا. حسام حسن هيقطع بيها الشبكه، حسام حسن عمره ما هيبصيها، حسام حسن هيعمل كل حاجه تخلي الكره دي يا باصيها جول يا اما تطلع في السماء. يعني في 6000 سيناريو ما فيهمش ان الكوره حسام حسن يلعب بيها بالشكل اللي لعبها لعماد متعب ده. هو طبعا حسام حسن ما كانش قاصد، بس فكره بقى ايه، تعالى بقى ارجع بالزمن كده معاك 3 4 ثواني بالظبط. عماد متعب كان لسه مخبوط وهو بيلعب الكوره دي وردت في العارضه. عماد متعب قام، يعني انا عايزك تتخيل معايا كده، عماد متعب فكر مع نفسه، قال انا هقوم وهقوم اجري واضرب سبرنت عشان الكوره دي احتمال 1 من 100% في ال1000 ان هي اصلا ممكن تعدي من جنبي. وفعلا الاحتمال ده هو السبب في ان الكوره جت. حسام حسن لعبها بطريقه غريبه جدا وعلى غير المعتاد من حسام حسن، وهوب عماد متعب حطها ببطن رجله بمنتهى الذكاء اللي في الدنيا. الكوره مش صعبه، لكن كل السيناريو اللي بحكي لك عليه ده هو اللي خلاها صعبه. اي مهاجم في الدنيا لو بيلعب جنب حسام حسن في الفتره دي في الكوره دي في اللحظه دي عمره ما كان هيجري عليه، عمره ما كان هيتحرك اساسا، ما كانش هيقوم من مكانه يا ده انا عملت اللي عليا وجبتها في العارضه. طبعا انتوا عارفين عقليه اللعيب المصري عامله ازاي، لكن عماد متعب مختلف تماما. حبيبي يا ماما افريقيا، يا حبيبي يا ماما افريقيا. هنيجي بقى على البطوله اللي انا كنت بقول لك عليها ان حصل فيها كميه حاجات كده انا كنت بستغربها. عماد متعب ما كانش موفق في 2008 طبعا، وده ظاهر بين ان هو ما جابش ولا جون في 2008، ولكن المحللين بتوعنا انا فاكر في القنوات، وطبعا يعني انا افهم ان انت بتدعم منتخب مصر والكلام ده، لكن اللي انت بتقوله ده لا علاقه له بالدعم. يا راجل اسبقها شويه، حبكها شويه، اعمل لها طريقه صايعه. انما حاولوا يتصايعوا وحاولوا يتذاكوا ويقول لك ايه بقى؟ قال لك ان عماد متعب دايما هو اللي بيفضي مساحه وبياخد المدافع الاقوى معاه. والله انا فاكرها زي ما هي كده اتقالت في التلفزيون، بصراحه مش فاكر مين اللي قالها، بس هم كانوا برنامجين 3 اللي كانوا يعني غير الزخم اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني. فانا فاكر حد كده طلع قال الفاتيه دي وكل الاستوديو مشي وراه، قال لك ان عماد متعب بياخد المدافع الاقوى معاه. طيب ماشي، اول ماتش هقول لك ماشي، ممكن الناس مثلا مخدوعه ما تعرفش مين المهاجمين، ايه ده لقوا مهاجم خطير وبيتحرك وبتاع فخلاص مسك المدافع بتاع الجامد ده لعماد متعب وخلي المدافع التعبان التاني ده، على اعتبار ان يعني كل منتخب بالضروره لازم يبقى فيه مدافع جامد ومدافع تعبان، بس يا سيدي تعالى ماشي ونكمل مع بعض. ويمسك المدافع التعبان ده لمثلا عمرو زكي اللي هو كان الفيرود وقتها بتاع منتخب مصر. فالنتيجه ان هم شافوا ان عمرو زكي خطير جدا واخطر من عماد متعب بكتير خصوصا في البطوله دي. طب خلاص بالعقل بقى، انا مثلا بلعب كوت ديفوار دلوقتي، وكوت ديفوار فيها 2 مساكين، حبيب كولو توريه وزكوره مثلا، يعني على سبيل المثال على اعتبار ان زكوره ده تعبان يعني، فهيمسكوا الحبيب كولو توريه المفروض يعني عمرو زكي، ويمسك زكوره بقى لعماد متعب. فساعتها كان يعني الاستوديوهات التحليليه انا فاهم ان هي بتدعم منتخب مصر وبتدعم اللعيبه بتاعت منتخب مصر، ولكن مش بالشكل ده. يعني الشكل ده يديني ايحاء انا كعماد متعب ان هو طب ما انا جامد اهو والناس بتطبل لي من غير ما اعمل اي حاجه خالص. ودي كانت اسوأ بطوله قدمها عماد متعب من حيث التهديف. حبيبي يا ماما افريقيا، يا حبيبي يا ماما افريقيا. اما من حيث الصناعه فعماد متعب صنع اهم هدف، هو كان الهدف في منتخب الكامل، هو كان في بدايه البطوله خالص اللي هو اول متنفس ليك في البطوله. عمل 1 2 مع محمد زيدان، مزاج 1 2 من خط النص، فيرود بيعمل معاك 1 2 هو عارف ان انا ببصيلك عشان انت هتبقى لي في المساحه. 1 2 عالمي، مع انه خد بالك لو انت اتفرجت عليه تلاقيه 1 2 بسيط قوي، لكن من بساطته اللعيبه ما توقعتش ان هو ممكن يعملها كده. اي مهاجم في الدنيا هيمسك الكوره ويحجز عليها ويتضرب من المدافع ويبقى مبسوط قوي خارج من الخناقه دي، مبسوط ان هو ايه ده انا اتضربت واديت الاستحواذ لفريد. يا عم انت بتعمل ايه؟ ده عماد متعب جون بتك تك مع محمد زيدان واداك كوره جون، وهو ده اصلا كان الهدف اللي احنا بنينا عليه طول البطوله. زي ما تقول كده بقى عندك كده ثقه في نفسك، انا عارف ان انا ممكن اجيب جون في اي وقت. هو ده الجون اللي ادى ثقه لمنتخب مصر. منتخب مصر كان داخل البطوله دي يعني سيمي مهزوز كده، تحس ان هو ايه يعني مش واثقين قوي لسه واخدين 2006 بنلعب الكاميرون الكتيبه بتاعت الكاميرون دي، بس لما لقى الموضوع سهل عماد متعب سهلها على المنتخب كله
وشفنا احلى كوره لمنتخب مصر 2008. حبيبي يا ماما افريقيا، يا حبيبي يا ماما افريقيا. هنيجي بقى لقصه عماد متعب مع 2010. عماد متعب في 2010، عماد متعب كان هو المهاجم الوحيد اللي موجود في تشكيله منتخب مصر، الوحيد. يعني حسن شحاته قرر طبعا بالحركه اللي انتم كلكم عارفينها ان هو يعاند وما ياخدش يميده وياخد جده، وجده ما كانش حد عارفه، واللي هو جده بالمناسبه اصلا ما كانش فيرود، وحاجات كتير قوي كده. يعني كانت طبعا اصابه عمرو زكي قبل البطوله ومحمد زيدان مش موجود، فانت ما عندكش بجد غير عماد متعب. عماد متعب بجد كان متحمل مسؤوليه منتخب مصر الهجوميه لوحده. انا عايز الناس تتفرج على بطوله 2010 كده، اكيد مش تتفرج على البطوله كلها، بس اتفرج على الهايلايتس. يعني اتفرج شوف عماد متعب وهو شايل منتخب مصر وخط الهجوم على كتفه لوحده تماما، من غير بقى ابو تريكه ما يساعده، من غير محمد زيدان ما يعمل معاه 1 2، ما فيش اي حاجه، مفيش غير احمد حسن كان بيلعب صانع العاب. فانت لك ان تتخيل ان انت كنت بتلعب كفيرود وحيد في عز ما انت كنت كل ماتشاتك مع منتخب مصر تلعب باثنين فراوده، انت بتلعب لوحدك دلوقتي وما عندكش ثلاث صانع العاب تحتيك. متعب خيالي خيالي. فلذلك انا بتكلم على عماد متعب لانه من اكتر اللعيبه اللي انا من جوايا حاسس ان هو يستحق اكتر من كده، لان نوعيه اللعيبه دي عامله بالظبط زي فليب وانزاجي كده بتاع اي سي ميلان. فليب وانزاجي لا هو قوي ولا هو سريع ولا هو مهاري ولا هو طويل ولا هو بيلعب بدماغه، مفيش حاجه. يعني مفيش حاجه تقول ان فليب وانزاجي ده مميز فيه، مع ان دي مش الحاجه المفضله بالنسبه لي. انا بحب نوعيه الفيرود اللي هو مثلا فيرود وحاجه، فيرود سريع، فيرود مشويط، فيرود بيلعب دماغه كويس، فيرود مهاري يا حبذا. يعني ده نوعيه الفيرود اللي انا بحبها. لكن عماد متعب غير لي فكرتي عن الفراوده بان هو تك تك جون. انا مش محتاج اكتر من كده، مش محتاج فعلا اتعب ولا ابذل مجهود، وخصوصا كمان عماد متعب في ماتشات القمه. حبيبي يا ماما افريقيا، يا حبيبي يا ماما افريقيا. يعني مثلا اي فيرود تلاقيه بيتشطر قوي على الفرق الصغيره ويعمل فيها بطل بقى ويعمل هنا ويعمل هنا، انما الماتشات الكبيره تلاقيه مش موجود، تلاقيه مهزوز، تلاقيه مش مركز. عماد متعب ليه كميه اهداف في ماتشات القمه، يعني بعيدا عن ان الاهداف كانت كتير، عماد متعب جاب اجوان ما تتصدقش، وده والله ده بجد اجوان ما تتصدقش. يعني الجون مثلا بتاعه اللي قطم وسط مدحت عبد الهادي فيه ده، قطم وسطه بجد. يعني اعتقد ان مدحت عبد الهادي قعد يتعالج فتره بسبب الكوره دي، يعني حطها بشمال رجليه الضعيفه وهو مش شايف الجول في الزاويه البعيده. خيال، ده خيال، ده خيال بجد. طب بلاش اقول لك على جول ممكن تكون انت مش فاكره قوي في ماتشات القمه، او يعني مش مديله اهميته. انا عايز اقول لك مثلا على الجول بتاع عماد متعب في ماتش الاهلي والزمالك لما كان ماسكه عمرو الصفتي. عمرو الصفتي انا عايز اقول لك يعني انا حاطط نفسي مكان عمرو الصفتي. عمرو الصفتي هو مركز وماسك عماد متعب واخد مسؤوليه عماد متعب وخلاص. انا يعني بص، انا ده انت بتاعي النهارده، انت بتاعي، وجت ضربه ثابته. فعمرو الصفتي خلاص انت بتاع عماد متعب، فيقوم عمرو الصفتي بيعمل كل حاجه. مش هقول لك ان هو هيقدر يطلع الكوره، هي خلاص الكوره مظبوطه على دماغ عماد متعب، هو بيعمل كل حاجه عشان يلاقي عماد متعب وما يحطهاش. يعني عماد متعب ما يحطهاش على الاقل مظبوط، ما يحطهاش بسهوله، ما يعرفش يحطها صح. عماد متعب شايف شقلباظات على قفاه وبيتحرك وبتاع، وعمرو الصفتي نط على كتفه وده حطها تك في الجول بمنتهى البساطه. عمرو الصفتي انا حاسس بيه وحاسس بالقهر اللي جواه بعد ما الكوره دي دخلت الجول. طب اعمل ايه تاني؟ بجد بجد انا لو مكانه هيعمل ايه تاني الراجل ده؟ الراجل ده عمل كل حاجه، يعني نط واتشقلب وطلع فوق ونزل تحت، عمل كل حاجه. عماد متعب حطها. طب بلاش الكوره بتاعت برضه عماد متعب في ماتش القمه، وللاسف برضه حظ عمرو الصفتي المنيل انه كان مع عماد متعب. عماد متعب مش سريع بالمناسبه، ولكن عماد متعب عرف امتى في الكوره دي تحديدا انا هشوط الكوره. ما هي اما هتتقطع مني، عمرو الصفتي ممكن يخش يديني مقص بقى ويلا بينا كلنا، ممكن ياخد فيها كارت احمر مش فارقه. لا، عماد متعب عارف ان هو هيضرب سبرنت لحد حته معينه، ولحد حته معينه دي انا هشوطها سم في سقف الجون تخبط في العرض وتخش جوه، محدش عارف يصدها. ده عماد متعب خطير خطير خطير. انا بالنسبه لي عماد متعب ده
من اجمد الفراوده اللي انا شفتها في حياتي، رغم ان ده مش النوع المفضل بالنسبه لي في الفراوده وهو ده الصعب. يعني انا بحب نوعيه الفراوده اللي زي فرناندو توريس مثلا، فيرود بيرقص وبيشوط من بعيد وبتاع. بحب لويس سواريز مثلا، بحب نوعيه الفراوده دي، انا بحبها. انا بحب نوعيه الفيرود وحاجه، يعني فيرود بيعرف يعمل حاجه ثانيه. انما عماد متعب غير لي فكرتي عن القصه دي طبعا لما كبرت طبعا وعقلت، لان انا وانا صغير كنت بشوف ان هو يعني لا يستحق، طبعا كنت مغفل يعني. واتمنى لو الفيديو ده عجبك يعني تعمل بقى سبسكرايب وتعمل لايك وتروشن عليا كده، يعني عشان اعرف اعمل لك برضه فيديوهات تانية تعجبك وهكذا يعني. حبيبي يا ماما افريقيا، يا حبيبي يا ماما افريقيا.